طريقتنا النهاردة مختلفة جدا. هنعمل أكلتنا الجميلة دي معايا في 10 دقايق، مش هتاخد أي وقت خالص ولا أي مجهود، وكمان هعملها عندي بالوراك. بس دي بقى أكلة المطاعم. ده دجاج مشوي بصوص الزبدة والليمون مع الخضار، مميز جدا وبكل سهولة هنعمله مع بعض في ثواني معايا النهاردة. تخيلوا بقى معايا طراوة الدجاج كده مع الصوص الليمون معايا خطير جدا، والزبدة مميزة جدا، وكمان حمصنا سمسم وحطينا على وش كده الوراك معايا. خطيرة وسهلة وبسيطة جدا. بس الأول هنصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بحط بقى عندي هنا معلقة سمنة كبيرة على معلقتين كبار من الزيت، ودي أول خطوة. لو متوفر عندك الزبدة حطي، مفيش أي مشكلة خالص. بجيب كمان عندي شوية كده من التوم الصحيح معايا بالشكل ده، وكمان عندي ليمونة شرائح وعصير ليمونة كاملة. أنا الوصفة بتاعتي النهاردة غنية بالسمنة أو الزبدة المتوفر، وكمان مع عصير الليمون. ده بقى بيدي صوص روعة جدا، وبيخلي طعم الصوص مميز جدا، في مزازة كده رهيبة ما شاء الله. ومجهزة عندي 1.5 كيلو من الوراك يا جماعة، غسلاها ومصفياها كويس جدا معايا بدون أي سوائل. اللهم بارك. تعالوا بقى نحط عندنا البهارات. معلقة كبيرة من الزعتر على الروزماري الأعشاب ما شاء الله. وبحط بقى عندي من كل حاجة كده معلقة صغيرة. هنا حطيت نص معلقة صغيرة من الشطة ما شاء الله. بحط بقى معلقة صغيرة من الكمون والكركم، وعندي كمان الفلفل الأسمر ما شاء الله، وأي بهارات بقى تحطيها المتوفرة عندك ما شاء الله. هنا بقى حطيت عندي مرق الدجاج، وبعد كده نص معلقة كبيرة من الخل ما شاء الله. أظبط عندي الملح، حطيت معلقة صغيرة كاملة ملح، وأقلب بقى كل التتبيلة الخطيرة دي معايا النهاردة. والله العظيم بجد الصينية دي يا جماعة أنا عايزة أقول لكم خطيرة وحكاية، طعمها تحفة ما شاء الله. ادي بعد ما قلبتهم كده مع بعض كويس جدا، بجيب عندي كوباية من المية، بزودها عندي. حطيت نص كوباية من المية الصغيرة زي ما انتوا شايفين كده حضراتكم. انا ما حبيتش ازود عندي علشان عايزة التتبيلة معايا تكون تقيلة ما شاء الله. بروح بقى نازلة عندي بالوراك المغسولة والمتصفية كويس جدا، هخلطهم معايا كويس جدا في التتبيلة دي يا جماعة. لازم تخلطيهم كويس وتتأكدي ان التتبيلة دخلت جوه اللحم معايا بالشكل ده. وهجيب دلوقتي السكينة علشان اعمل فتحات عندي في الوراك. لازم اتأكد ان التتبيلة دخلت جوه اللحم كله ما شاء الله. شايفين مفيش اي حاجة بتضيع علينا خالص. اللهم بارك. بكل سهولة هتعملي معاكي النهاردة أكلة مميزة جدا، وخاصة هتعمليها بقى عندك في العزومات والمناسبات ما شاء الله، بتبقى روعة، وكل اللي بياكل منها بجد هيسألك على طريقتها المميزة جدا معايا ما شاء الله. عندي هنا بقى كمان خطوة مميزة جدا هنعملها دلوقتي في الخضار، هنخلي طعمه في حتة تانية. عندي هنا 4 حبة من الطماطم وحبيتين كبار من البصل، بقطعهم عندي بالشكل ده، والطماطم زي ما هي. بجهز عندي الشواية يا جماعة علشان هشوي عندي الخضار ده. اللهم بارك. بس الأول بديله معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ورشة من الزعتر على الروزماري، وشوية كده من الزيت، وكمان عندي الملح ما شاء الله. أدخلها دلوقتي عندي الشواية. أجيب عندي كيلو بطاطس مقطعاه بالشكل ده يا جماعة ما شاء الله. شايفين التقطيعة جميلة جدا اللهم بارك. ادي خطيرة. ده كيلو بطاطس حطيته دلوقتي في الصينية. بروح مجهزة بقى عليه الخضار المشوي اللي أنا شويته دلوقتي عندي تحت الشواية، مميز جدا اللهم بارك. بعمل بقى الطماطم عندي بالشكل ده، أهرسها معايا. دي طماطم المشوية يا جماعة ما شاء الله، بتدي نكهة مميزة جدا مع البطاطس كده والدجاج المشوي، خطيرة ما شاء الله. هنا بقى بعد ما قلبتهم معايا بالشكل ده، بروح بقى جايبة عندي شوية من التتبيلة المميزة دي. شايفين حضراتكم أنا هنزل دلوقتي بشوية كده من التتبيلة معايا، أحطها عندي على البطاطس وهرجع أقلبها تاني معايا.
أنا عايزة أطعم عندي البطاطس وتاكلوا شوية بطاطس كده مع الدجاج، هيبقى مميزين جدا اللهم بارك. بروح بقى بعد كده بروح جايبة عندي الوراك معايا بالشكل ده وحطها على وش البطاطس معايا ما شاء الله. شايفين التتبيلة دخلت معايا جوه الوراك ازاي يا جماعة؟ شايفين أنا بوريكم كل خطوة والله العظيم بجد، يعني يعلم ربنا سبحانه وتعالى، يا رب يعني يتقبلوا منا هذا العمل اللهم امين. شايفين حضراتكم ادي احط عندي بقى ايه الباقي التتبيله كده على الوراك، وانا مجهزه الفرن سخن جدا عندي وكمان ميه سخنه يا جماعه. انا مجهزه ميه سخنه عندي ما شاء الله. شايفين بقى التتبيله كده بعد ما حطيتها عندي على الوراك كده على الوش كده معايا ما شاء الله. شايفين حضراتكم ادي والله العظيم بجد طعمها مميز جدا. تعالوا بقى مكان التتبيله اللي في الطبق حطيت عندي الميه السخنه وحطيت كمان عليها نص معلقه صغيره من الملح. هوزع معايا الميه بالشكل ده على البطاطس من الجنب يا جماعه، وهنغطيها دلوقتي بورق فويل معايا وهندخلها الفرن وهتطلع مميزه جدا اللهم بارك. شايفين احنا استفدنا ازاي مكان التتبيله معايا ما شاء الله، وطعمها خطير والملح بتاعها مظبوط جدا. يلا بينا هندخلها دلوقتي الفرن وهنغطيها معايا ما شاء الله. ادي بقى غطيتها معايا كويس جدا وما فيش اي فتحات فيها ما شاء الله علشان تستوي معاكي. مش هتقعد في الفرن تلت ساعة هتلاقيها استوت وبقت ممتازة جدا، وهتطلعي معاكي احلى صينية دجاج مشوي بصوص الزبدة والليمون مميز جدا. شايفين يا جماعة والله بجد اللحمة دايبة جدا. تعالوا بقى ما اقول لكم على خطوة مهمة جدا. عندي هنا رشيت شوية كده من الصوص على الوراك وبعد كده سمسم محمص. السمسم ده يا جماعة انا حمصته معايا وريحته خطيرة جدا. فايدة السمسم معاكي بيدي نكهة مميزة جدا للأكل. شايفين حضراتكم أنا وزعت عندي كده الصوص الأول وبعد كده السمسم. خطوة الصوص بتخلي السمسم يلزق معاكي مع الحرارة وبيبقى طعمه خطير ما شاء الله. وكده بقى خلصنا أجمل غدا مميز جدا. تقدري بقى تقدميه مع رز أبيض، رز بالشعرية، بس أنا قدمته يا جماعة مع رز كده بالحبهان والمستكة مميز جدا. هعمله إن شاء الله لحضراتكم في فيديو وهنزل الطريقة معايا بإذن الله. أتمنى حضراتكم تتابعوني على اليوتيوب، وبألف هنا وشفا عليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.